مساكم الله بالخير يا شباب. اليوم ما شاء الله تبارك الله مطار في التايم سكوير هنا، على اساس اليوم كنا بنجي عشان نصور لكم كمان ونكمل باقي الفلوق، لكن للاسف اجى مطار وما في احد. شايفين الجو، هذه اجواء بعد المطر وما زال المطر الرذاذ يخرب علينا الطلعه، ولكن الحمد لله هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى الامطار. لكن الجو برضو كمان ما شاء الله حلو. وافضل شيء ولاحظته واجمل شيء يا شباب لحد الحين، المواصلات هنا في امريكا مره سهله. يعني تخيل المشوار اللي تاخذه انت في هولندا، نشوف يسار يمين ما في احد، نمشي بسم الله. المشوار انت اللي تاخذه يا شباب في هولندا حقته $20 20 يورو سوري، هنا تاخذه ب$1. يعني المواصلات مره رخيصه، تستطيع تلف نيويورك كامل. المواصلات متوفره بشكل مو طبيعي. وابعد عن اوبر، ابعد عن اوبر وعن التكاسي لانه يسلخوك سلخ مو طبيعي. دائما عود نفسك قدر المستطاع انك تخالط الناس. شوف انا مع لغتي الانجليزيه مش ديك البريفكت، عندي شويه امشي فيها حالي، ولكن برضو اتعلم من الناس، اتعلم اروح مع الناس اسال، اكون عارف المكان بس عشان ياكد لي، عشان اسمع جمله جديد، عشان listen and practice الاستماع والممارسه. تستطيع فيه تتعلم اللغه مع الناس. لازم تبادر، لازم تروح مع الناس تندمج معاهم عشان تتعلم هذا لصالحك انت. البعض يسأل هل بتستقر يا أكرم في أمريكا؟ يعني هنا أنا شيء أتي على أمريكا فقط للاستكشاف، أشوف كيف الناس عايشة، أشوف إيش الجديد. بعدين في المستقبل يمكن يعني حنستقر هنا، ليش لا؟ البلد فيها خير وكل العالم معينا خير من هذه البلد بالأمانة. يدخلون في ناس ما شاء الله تبارك الله يدخلون بيوم $300-400، في منهم 50% على حسب عقلك وعقليتك. إذا تبغى تجمع فلوس حتجمع فلوس والله، وحتشتغل وحتجيب فلوس ما تخلص والله، حتجمع فلوس لين السماء. لكن تعتمد على نفسك، تعتمد على عقلك، تفكيرك، ايش الشيء اللي بتقدمه هنا، ايش الشيء اللي بتجيب فيه فلوس. كل العالم تشتغل هنا كلهم تحت مظلة واحدة ويدفعون ضرائب. يعني ما فيش مثل مثلا دول الخليج، اذا تحب تشتغل لازم يكون عندك اقامة وزي كذا. اذا دخلت امريكا هنا تشتغل من اليوم الثاني، الاشغال موجودة في كل مكان. اي حاجة تشتغل في امريكا تستطيع تجمع فيها فلوس، اي شيء تشتغل. ثم الناس تحذرنا يا شباب، شوفوا كيف لبست الشنطة، يقول لك هنا ما في امان. ضاع الجواز. طبعا البيت بيت صديقي تبعد عن نيويورك 6 ساعات بالسيارة او بالقطار او بالباص، فمشيت يوم كامل عشان السفارة الهولندية. فالحمد لله كان يعني ما طلبش مني اي حاجة، فقط صورتين، والحمد لله كان عندي صورة في الايميل تبعي طلعتها، وفي اشياء يعني متطلبات زبطتها عندهم في السفارة، والحمد لله رب العالمين. يقول لي مستعجل $170 أو $170 بالأصح. دفعنا $170، قالوا انتظر أسبوع، بعد أسبوع نتصل عليك. أول ما يوصل جوازك تعال خذه. من حسن الحظ أنا لسه أنا وصلت، لو كان ضاع آخر الإجازة كنت أكلت هواء، لأنه كيف بسافر أكيد في حلول كثيرة. أو كنت أسأل بعض الأصدقاء فقالوا لي إنه حيعطوك تصريح خروج من البلد. والحمد لله رب العالمين يا شباب، في اي مكان نحصل لنا نكبه سبحان الله. البعض حيقول انت قاعد يا اخي تروي قصاص، هذه الاشياء ما حد يروي فيها قصاص. والكثير يسال لي اكرم عقلان كيف سافرت يا امريكا في التيك توك. طبعا هذه الاسئله تجينا. طبعا يا شباب انا سافرت بالايستا، هذا تصريح لكل شخص عنده الجنسيه الاوروبيه، كانت هولندي، بريطاني، اسباني، بلجيكي، اي جنسيه انت معك وحاب تزور امريكا، في تصريح اسمه إيستا حقه $21 تطلعه، يدوك ممكن 12 صفحة أونلاين تعبيها كامل. من وين ما كنت سوري، كنت عراقي، كنت فلسطيني، كنت يمني، كنت صومالي، من أي مكان تقدر تروح إيستا هذا. أوكي، التصريح حقه 2 مش تقعد في أمريكا 2 تصريح، تدخل وتخرج تدخل. هذا اللي أبغى أوصل لكم إياه المعلومة. السفر متعب يا شباب، يعني صراحة والله العظيم أنا تعبت بالسفر. حافظ أشيائك. إذا كان رحلتك طويلة حاول قدر المستطاع أنه يكون أحد عندك في المكان اللي بتروح له، لأنه ما تعرف أحد في هذه البلد، حتتعب كثير. أنا بعض الأصدقاء أجوا وقفوا معي والبعض سحب، هذا نورمال عادي، إنسان عنده شغل ما يقدر، حرجته. فحاولوا قدر المستطاع أنكم توثقوا بالشخص اللي بتروحوا معه، الشخص اللي تحبه، يعني عارف أنه راح يقدر يوقف معك ماديا. أكيد أنت ما راح تجي لهذا المكان إلا وأنت ماديا مزبوط. بس
كيف تمشي، كيف تروح هنا، كيف تروح هنا امريكا كبير بشكل مو طبيعي. يعني انا في نيويورك لي 4 ايام لسه ما رحت ولا مكان. كبر المدينه من زحمه، يعني لازمك واحد معك. صراحة البلد يا شباب حق شغل، اللي ناوي يشتغل ويستقر في هذه البلد حيعين خير. تدرون انه 16 مليون في هذه البلد شغال بدون اوراق، ويدفعون ضرائب ويدفعون كل حاجة نورمال، وعندهم سكن وعندهم عناوين وعندهم كل حاجة، لكن لا يقدر يسافر ولا يقدر يروح اي مكان بسبب انه ما عنده اوراق. مثلا يبغى يرجع بلده، وفي من دومينيك هذه من امريكا الجنوبيه والغربيه والشماليه، تقول الله كانك في دوله عربيه ما شاء الله من كثر الناس والعالم اللي عايشه. من جد امريكا ثقافه العالم كلها موجوده هنا يا شباب، العالم كلها عايشه هنا. والله العظيم يعني البلد جميل جدا جدا جدا. ودائما طبعا يا شباب انا اغطي في السيناب بشكل يومي، لانه هو الحي تبعي. شباب اذا عجبكم هذا الفلوج لا سبسكرايب لايك كومنت، واي واحد عنده افكار حلوه لساتنا في امريكا تقدر تعليقات تكتب اي حاجه.